السلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اينما كنتم في هذا الفيديو الجديد بالقرب من ملعب طنجة بن بطوطة، الملعب الكبير بطنجة. هنا كما تشاهدون الأشغال متوقفة في المنطقة أو المدرج الشمالي للملعب بغية استكمال المنطقة الجنوبية. أشغال متوقفة فقط في الهيكل الخارجي لكنها مستمرة في الجنبات وفي القاعات المحيطة بالملعب في المتاجر. إن شاء الله الأشغال سوف تستمر، سوف تعرف وتيرة أعلى من السابق. وسوف يكون الملعب جاهزا عما قريب. وسوف يغلف بالكامل. البعض يتساءل عن التغليف، هل سيقتصر فقط على هذه الجنبات المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية، بل سيكون مغلفا بالكامل والمنطقة حسب تصميمها. سوف نتحول بعد قليل إلى المدرج الجانبي لمشاهدة أو معاينة الأشغال أين وصلت. للإشارة هنا مشاهدي الكرام، وعلى غرار المدرج الجانبي تم فتح مصعد آخر إلى الطابق العلوي كما تشاهدون هنا. مع الدرج هذا عاد فتحوهم جدادين. نرى ما كانوش المنطقة الجنوبية فتحوا فيها دروج سبق لي هدرت عليهم. الدروج بالمرافق ديالهم كيكونوا تحت منهم عزكم الله المراحيض. الإشارة الأشغال لا زالت متواصلة رغم أن الساعة تشير إلى 5:30 مساء، ونحن في أيام رمضان، يعني الناس راه صايمة وخدامة حتى لهاد الوقت. هذا راه الأمور صعبة جدا. حوالي 9 أو 10 ساعات من العمل متواصلة، شيء ليس بالسهل. إذا نمشيو نتحولوا للمنطقة الجنوبية ونشوفوا عاوتاني الأشغال في وصلت. بالنسبة لهذا الغطاء الخارجي ولا الغلاف المعدني باقي كما هو عليه، لم يطرأ عليه أي تغيير، ما زاد عليه حتى شي حاجة. واحد الملاحظة يعني كنظن قليل اللي يلاحظها، هاد الدروج هادو اللي مدورين كيبانو مدورين، هادو ماشي دروج وإنما تقدر تطلع السيارة فيهم، سيارة الإسعاف ولا أي حاجة تطلع حتى الفوق. يا حبذا لو كانوا يوصلوهم حتى الأعلى، يعني لو وصلوهم حتى الفوق كما كتشوفوا هنايا واصلين للطابق العلوي، ولكن غير البداية ديال الطابق العلوي. ولكن لو وصلوا حتى الفوق غتسهل المأمورية على الجمهور. الطابق العلوي جاي فيه جوج ديال الطبقات، يعني إذا كتدخل من الطبقة السفلى عاد تطلع، ولكن إذا كانوا هادو واصلين حتى الفوق غتوصل حتى الفوق عاد تنزل الكراسي ديالك كتجيك قريبة أحسن. كنظن كانوا غيكونوا مزيانين إلا كانوا وصلوهم حتى الفوق. هادو واسعين بزاف، ممكن نطلع فيهم سيارة إسعاف ولا أي عربة، كذلك أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم أن عندهم
مداخل خاصة بهم. هنا كاين الطاقم ديال القناة الأولى، الشركة الوطنية لإذاعة التلفزة. كنظن تكون شي مقابلة عن مقالب اتحاد طنجة. حنا انتقلنا للجهة الجنوبية، نحاول نصور من بعيد. وعلى غرار الجهة الشمالية تم فتح مصاعد أخرى، كنظن زادو فتحو 2 ولا 3 ديال المصاعد ديال الدروج الطابق العلوي كما كتشوفو هنايا. هاهما هدا راه مكانش عاد فتحوه واحد آخر لهيه، فتحو عاوتاني في المدرج الشمالي. كما كتشوفو لصقو هاد الدعامات كاملين لهنايا، هاد السيبورات هادو دارو لصقوهم كاملين، هادوك اللي كانو باقيين. هاهي الأشغال فين وصلات، أمورها غادية في التحسن. واحد الملاحظة أخرى بالناس اللي كانوا كيقولوا ودي هاد الحديد راه مركب عوج، هو كان حد تما كانوا كيقولوا ودي راه عوج، دابا هو فين طالع. يعني هذا هو التصميم، راه ماشي على حساب الديزاين اللي دايرين، غيطلع تما عاوتاني يهبط عند الجهة الأخرى. هذا هو التصميم اللي دايرينلو، تصميم جيد رائع جدا. والأشغال هادشي راه تنجز في مدة ديال أسبوع، راه ماشي من السهل باش تحط هادشي هذا في سيمانة. راه الأشغال غادية بواحد الوتيرة اللي طالعة، راه كيزيدو تا السوايع. إن شاء الله يكمل عما قريب. وهذه المنطقة الشرقية للملعب، حتى هي التصميم ديالها خاص. وبهذا مشاهدينا الكرام يكون هذا الفيديو قد أشرف على نهايته. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا.